السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مستر إيهاب رمضان. إن شاء الله النهاردة هنشرح برنامج بديل الزوم اللي هو اسمه فري كونفرنس بول على نسخة الويندوز أو على اللابتوب أو الديسكتوب أو الكمبيوتر. طبعا التسجيل سهل جدا من خلال إيميل وباسورد ببساطة جدا، أو من خلال الأكاونت بتاعي على الفيس أو على الأبل ستور لو أنا داخل مثلا من ايباد، او من خلال الجوجل كروم. طيب اول ما بدخل لو انا بسجل لاول مره بالمناسبه هيطلع لي على طول صفحه داونلود بتاعه البرنامج. لو ما طلعتش بنزل تحت خالص وبلاقي كلمه داونلود بضغط عليها. تمام، وهنا هيطلب مني الداونلود بتاع البرنامج، وهيديني يقول لي اقل حاجه يبقى عندي ويندوز 7، واقل حاجه يبقى عندي بتاع ده نت عبارة يعني بواحد من 10 ميجا. تمام، ويطلب بقى مني يقول لي هنا هل انت عايز تعمل داونلود للويندوز، او لو عايز بقى عندك بتاع ده داونلود للماك ابل والكلام ده كله. تمام، طبعا انا هنا نسخة ويندوز، فطبعا انا هعمل هنا داونلود فور ويندوز. وبالمناسبة هو بيقول انه بتاع ده اللابتوب بتاعي يبقى من جيل سادس او اكبر. تمام، بالنسبة للبروسيسور يعني طبعا هنا الحتة دي مش هتصدر إلا بعد تجربة. يعني أنت ممكن يكون عندك لابتوب جيل أقل من السادس ويشتغل معاك عادي. فدي هنا بالإيه، بالتجربة. طيب هنا في نقطة مهمة، إن أنا لو عملت داونلود على طول دي بيدخلني البرنامج على طول، إنما لو عملت داونلود دي هنا اللي أنا أثبت البرنامج بنفسي أهو، تثبيت. تمام، وهلاقيها هنا على الديسكتوب وعمل لي الشورت كات بتاعتي اهي. الشورت كات بتاعت البرنامج موجودة على الديسكتوب، وممكن ادخل ساعتها من خلالها. اول بقى ما اجي افتح البرنامج من هنا هيظهر لي بالشكل ده. لو انا عايز اغير اللغة الانجليزي دي واخليها عربي، باجي هنا من التفضيلات واختار هنا من كده من اللانجوج، اختار هنا اللغة العربية واقول له هنا كليك هير تو ابلاي نيو لانجوج. زي ما انتم شايفين هيبقى بالعربي. تمام، طيب لو انا هنا ضغطت على انضمام، دي هنا اللي انا بنضم لاجتماع، يعني انا طالب وبنضم لحصة مدرس. وهنا دي استضافة، يعني انا اللي بعمل الاستضافة بتاعتي، يعني انا مدرس وبعمل حصة. وهنا دي تحديد الموعد. تحديد الموعد دي اللي احنا هنا بنسميها السكادجوال، اللي هو الجدول بتاعي اللي انا بحدده. هنا حدث جديد ممكن اكتب اسم الحصة بتاعتي وليكن مثلا هندسة. التاريخ بتاع الحصة بتاعتي هيبقى النهاردة. من امتى؟ هنقول مثلا من 9:07. وقت البدء هختار، هقول هنا مثلا 7 دقايق مساء. مدة الحصة زي ما أنا عايز، ساعة 2 3، عندي لحد 6 ساعات البرنامج، 2 2.5. الوصف، أوصف الحصة بتاعتي. هناخد النهاردة درس على مثلا ميل الخط المستقيم، ده وصف الحصة. تمام، المشاركون هنا ممكن أدخل إيميلات بتاعت الطلبة عندي. تمام، ومن خلال الايميلات دي هنا هيبدأ هو هيبعت للطلبة عندي. وبعد كده هنا هقول هنا تحديد موعد الاجتماع. انا كده خلصت. هيبدأ على طول يبدأ يرسل لكل اللي انا حطيتهم هنا بميعاد الحصة كل الايميلات، وافصل بين الايميل والايميل. انا مثلا بكتب مثلا الايميل بالشكل ده مثلا، ايميل مثلا كده بالشكل ده. تمام، وعايز اكتب ايميل تاني، فبروح عامل هنا علامة الفاصلة، الكوما، سوري الكوما هنا اللي هي حرف الواو على طول، الكوما اهي، واكتب الايميل التاني مثلا وليكن ستيودنت ماشي @ياهو مثلا.
وهكذا. أول ما أضغط على كلمة تحديد موعد الاجتماع يبقى على طول هيبعت على طول لكل الطلبة دي بميعاد الحصة والوصف بتاعها وكل حاجة خاصة عليها. طيب هنا اللي تحت دي هي التحقق من الاتصال، مش محتاجها. بعد كده هنا هبدأ أدخل على الاستضافة، هيقول لي انضم لي بالكمبيوتر، هقول له المتابعة. لو أنا مش عايز صوت الكمبيوتر يظهر عندي فبدخل بانضمام بدون صوت الكمبيوتر، اضغط هنا متابعة. والا طبعا هنا لو انا عايز اشغل الفيديو او عايز اقفله، تمام. طبعا هنا ونفس الكلام بالنسبة للصوت، تمام. طبعا انا مش محتاج الصوت فاقول له كات، انضم للاجتماع. انا كده هنا انضميت للاجتماع. هنا دعوة، لو انا عايز ادعو اي حد للانضمام، طبعا هنا ده رقم التليفون بتاعي، لان احنا قلنا البرنامج ده بيعمل رقم تليفون امريكي، تمام. وهنا معرف الايه ممكن ادعو من خلال البريد الالكتروني او انسخ الدعوه للحافظه. بضغط على نسخ الدعوه للحافظه واروح رايح على، اضغط هنا كليك يمين واختار هنا النيو واختار نيو تكست، تمام. افتح هنا النيو تكست واعمل بيست، تمام. كل ده انا ما يهمنيش منه غير دي اللي انا ببعتها للطلبه عندي. وهو بالمناسبه هو رقم ثابت اقدر ابعته لاي طالب عندي يدخل من خلاله الحصه سواء بالكمبيوتر او بالموبايل. هنا المشاركه هنا اسمح ابتدى انا بس اللي اشارك الشاشه بتاعتي، او اسمح لكله بمشاركه الشاشه. يعني انا مثلا دلوقتي عايز طالب يوريني هو عمل ايه، ممكن يصور الحل بتاعه ويحطه على الصورة ويبتدى يفتح الشاشة عنده واشوف فيه الحل. وممكن بعد كده هيقفل الشاشة عنده وهنشوف الكلام ده بعدين. لو ضغطت على المشاركة نفسها هنا ممكن اشارك السبورة، تمام. السبورة هنا فيها القلم اللي هو هنا للكتابة، فيها المسح، ده زرار المسح اللي بيمسح. في هنا سهم لو انا عايز اعمل سهم بيشاور على اي حاجة. في هنا اللون لو انا عايز اكتب باي لون، وعندي الوان كبيرة كتيرة جدا. في هنا الفأرة، ان انا هنا مش عايز القلم هيبقى الفأرة، والفأرة هنا اقدر اشاور بيها على اي حاجة. تراجع اخر خطوة عملتها ما اعملهاش. مسح هنا اقول مسح رسوماتي او مسح كافة الرسومات. رسوماتي اللي انا برسمها بنفسي، وفي رسومات بيرسمها الطلبة. فهنا مسح رسوماتي يبقى اللي انا بكتبه بس، انما مسح كافة الرسومات هيمسح اللي بيكتبها هي والطلبة. حفظ لو انا عايز احفظ اللي مكتوب على السبورة، وبيحفظ لي اللي مكتوب على السبورة على شكل صورة، تمام. بعد كده هنا في هنا الخيارات. ايه بقى الخيارات؟ تمكين شروحات المشاركين. لو ضغطت كده الطالب يقدر يكتب على السبورة بتاعتي. لو انا عطلت، تمام كده، يبقى ساعتها الطالب مش هيقدر يكتب على السبورة عندي، تمام. طيب انا دلوقتي عايز اطلع من السبورة فبضغط قفل وبرجع للبرنامج بتاعي تاني. اضغط عليه دبل كليك يرجع تاني. ممكن اضغط هنا كده يبقى على كامل الشاشة. طيب برضو لو ضغطت ايه تاني عندي هنا حدد التطبيقات. اي تطبيق انا فتحته في الكمبيوتر ممكن اتنقل بين التطبيقات وافتح اي تطبيق. يعني مثلا عندي 5 6 ملفات بي دي اف، ممكن ملف ب5 6 ملفات بي دي اف فاتحهم ممكن اتنقل من ملف للتاني. دي نفس الكلام هنا هحمل واشارك ملفات. وهنا في تحميل ومشاركة الملفات انا ببعت الملفات او تحميل الملفات دي الطلبة عندي كلها بتستقبلها، تمام.
وطبعا الخاصية دي بتبقى بتاع ده بتبقى من خلال النت. تمام، ان الملفات بتاعتي ما يزيدش عن حجمها عن 1 جيجا. لو زاد عن حجمها عن 1 جيجا يبقى انا اشتري المساحات اللي انا عايزها. تمام. طيب ايه تاني؟ خاصية مشاركة الشاشة. طب هنا مشاركة الشاشة لو ضغطت هنا يبقى انا صوت الكمبيوتر هيظهر معايا في شغلي. يعني مثلا عايز افتح للطالب فيديو، عايز افتح لهم صوت، عايز افتح لهم اي حاجة، فهيشارك لي صوت الكمبيوتر. مشاركة عناصر الجديدة دي لازم اكون معلم عليها عشان كل حاجة بعملها على الديسكتوب تظهر للطالب. مشاهدة المعاينة خلال المشاركة، ان انا لما اضغط كده على المتابعة الشاشة الصغيرة دي بتبين لي ان الطلبة عندي بيشوفوا ايه بالظبط. يبقى هنا ده اللي ظاهر للطلبة. تمام، من خلال اللي انا ببص ابقى عارف ايه اللي بيظهر للطلبة. لو عايز اخفيها ومضايقاني بحركها وبنقلها تحت خالص اهو بحيث ما تضايقنيش، بس ممكن ابص عليها فيما بعد واشوف الطلبة عندي بتشوف ايه. تمام. بنفس الاسلوب دي هنا انا نفس الكلام على فكرة، لو قفلتها بتنزل لي تحت وابدا استخدم الايه اي حاجه موجوده عندي على الشاشه. ودي طبعا الطريقه اللي انا بفضلها لما يكون معايا قلم للكتابه. بفتح برنامج بيكتب على الديسكتوب. وبالمناسبه لو رجعت كده وبصيت هنا ورحت جاي هنا عامل على المزيد، الاقي هنا ان انا متاح ليا ان انا ارسم على الديسكتوب وعندي كل الادوات اهي. تمام. بس الادوات هنا هتكون ادوات محدوده وادوات بسيطه. انا بفضل ان الواحد يستخدم برنامج يكتب بيه، زي مثلا برنامج اوبن بورد يكتب بيه ويعمل بيه اللي هو عايزه. هنا بدء الفيديو طبعا انا داخل من غير ما اشغل الكاميرا. لو هنا انا هشغل الكاميرا والطالب هيشوفني. طبعا هنا قافل الكاميرا عندي. تمام، ايقاف الفيديو يبقى هنا مش هيبقى فيه الكاميرا. بدء التسجيل لو انا هنا عايز اسجل الحصه بتاعتي اهو يبقى كده سجل الحصه. الحضور هنا اللي هو الطلبه، طبعا هنا مفيش حد حاضر الا انا. الدردشه لو انا عايز اتكلم مع الطلبه، فتح التفضيلات، ردود الافعال، الدعوه، كل ده موجود. ان انا لو ضغطت مرتين هلاقي كل ده اللي هي القائمه اللي موجوده هنا اللي انا هتكلم عليها بعدين. هضغط على الزرار ده علشان خاطر التاني ينزل تحت. ممكن اقفل دي لو مش حابب واشتغل باللي انا عايزه. طيب انا بعمل ايه لما بدي حصه؟ وده الافضل يعني ان انا الطلبه بتبعت لي الواجب او بتبعت لي اللي بتكتبه في الحصه من خلال الواتس. تمام. بخصص يعني انا عندي 3 متصفحات. عندي الايدج وعندي الكروم وعندي الفايرفوكس. تمام كده. بس بخصص متصفح للشغل. يعني مثلا بخصص الايدج للشغل بس. بفتح عليه الواتس واستقبل عليه الرسائل بتاعت وعامل على فكرة اكونت الواتس مخصوص للشغل. فانا هنا ده الافضل. تمام والاسهل. طيب انا دلوقتي عايز اقفل الشير بتاع الشاشة. بضغط هنا على البرنامج من تحت اهو وبضغط هنا على المشاركة واقول له هنا ايقاف مشاركة الشاشة. تمام. طيب هنا في طالب بدأ يدخل عندي الحصة وزي ما انتم شايفين كاتبين اسمه بوب ينتظر في صالة الاجتماع. تمام. ليه هنا الطالب ما دخلش على طول؟ لان انا محدد الوضع ان لازم يكون الناس ما تدخلش الحصة على طول، لازم تدخل بموافقتي. لو ضغطت عليه هنا وهقول له هنا قبول الكل، او اضغط عليه هو نفسه. لو انا مثلا عندي 6 7 طلاب فبقول قبول الكل فكلهم يدخلوا مرة واحدة، او هو شخصيا فبقول له هنا قبول. كده هنا بدأ الطالب اللي هو بوب يدخل عندي للحصة. طيب هنا هنشرح في التفضيلات الموضوع ده كله باستفاضة. طبعا كلمة عام، اسمي، لو عايز اكتب عنوان البريد الالكتروني بتاعي. هنا اللغة العربية
لو عايزها تبقى انجليزي اللغه العربيه بتاعت البرنامج، لو عايزها تبقى انجليزي اخليها انجليزي. تمام. ولو خليتها انجليزي مثلا اخترت اي لغه، ماشي، اضغط على هنا، وساعتها هيقفل البرنامج ويفتح تاني باللغه الجديده اللي عندي. enable shortcuts هي ما تبقاش موجوده، لكن انا لو فعلتها يبقى انا عندي الشورت كاتس بتاعتي. طبعا هنا الالت مع الشيفت مع الام هنا هيقفل لي الصوت او هيفتح لي الصوت. تمام. طبعا هنا الالت والشيفت والبي هنا استخدام القلم للتسجيل، استخدام القلم، وهنا حذف كل التسجيلات للايه، القلم. ماشي. احنا هنا عندنا اللي هي حته الت شيفت ام. تعالوا كده نجربها. الت شيفت ام هتلاقوا بتفتح الصوت او بتقفله. الت شيفت ام اهي فتحت لي الصوت، الت شيفت ام اهي قفلت لي الصوت مره تانية. تمام. طيب ايه تاني بقى في التفضيلات؟ يبقى احنا كده تمام. الصفحه الشخصيه. طيب ومن خلال لو ضغطت على الزرار ده اقدر ادخل على صفحتي الشخصيه اللي موجوده على النت، واطلع هنا فوق واختار هنا ماي بروفايلنج سيتنج، واجي من هنا اختار صوره ليا، وانزل تحت واكتب اسمي. تمام. وفي النهايه اروح ضاغط على سيف تشينجز، هتظهر لي. يعني مثلا غيرت مثلا اي اسم مثلا هنا اهو، هتلاقي كلمه سيف تشينجز، اضغط عليها ويبقى كده غيرت ايه الاعدادات بتاعتي. طيب دي كل الحاجه اللي هنا المهمه في الموضوع ده. هنا بقى اعدادات الاجتماع. هنا طبعا الفيديو، طبعا لو انا عندي اكتر من كاميرا بختار منها، لكن دي كاميرا واحده. بعد كده عندي اعدادات الاجتماع. اعدادات الاجتماع كده نمسكها كده. اول حاجه نغمات الدخول والخروج، لو قفلتها هنا اي واحد اي طالب هيدخل الحصه او هيخرج منها مش هيعمل لي صوت لنغمه. تمام. لو قفلتها يبقى لو انا مش عايز ازعاج بقفلها، لو انا عايز اعرف حد دخل او طلع من خلال الصوت بشغلها. تمام. هنا الاعلان عن عدد المتصلين. تمام. هنا المضيفين فقط يعني المدرسين ولا كله مدرسين وطلبة؟ انا بختارها كله مدرسين وطلبة. بعد كده طلب رمز الوظيفة. رمز الوظيفة هنا مش محتاجه، دي خاصة بواحد لو عنده مصنع وعنده في مثلا شركة فيها موظفين وكل موظف ليه وظيفة مختلفة، ولذلك الحتة دي بتبقى مهمة بالنسبة له عشان يعرف مين اللي دخل له الاجتماع. انتظار المضيف اللي انا ممكن ادخل قبل المدرس واستناه، حاجة كويسة مش وحشة. هنا انا عاملها 20 دقيقة. تخطي صالة الاجتماع. طبعا لو انا فعلت ميزة الانتظار انا الوحيد طبعا اللي هدخل من غير ما الانتظار، لكن لو انا عملت قلت الكل يبقى هنا مفيش حد، كله هيدخل على الحصة على طول بدون ما انتظار. مش زي ما انا عملت كده ووافقت على دخول الطالب. لكن لو انا عملتها كده انا فقط، يبقى هنا الطالب هيظهر لي يقول لي يظهر لي ان هو في الانتظار يدخل ولا ما يدخلش، انا اوافق او ما اوافقش. الاستمرار بدون مضيف. انا لو الحصة خلصت ساعتها اقدر اخرج والطلبة تفضل موجودة تتكلم مع بعض مدة 5 دقايق 10 دقايق براحتي. جاري التسجيل. التسجيل لو انا خليتها تشغيل يبقى انا هنا هلاقي زرار التسجيل زي ما انتم ما شايفين موجود، اضغط عليه اذا حبيت اسجل او اقفله اذا ما سجلتش. لو اخترت انا ايقاف يبقى مش هشوف الزرار ده اصلا. لو اخترت تلقائي يبقى هنا هيسجل لي الحصة بمجرد دخول الحصة هيبدأ في تسجيلها، وده طبعا بيبقى مهم للناس اللي بتنزل. عرض قائمة المشاركين. هل انا اختار المدرسين بس ولا اختار الطلبة مع المدرسين؟ فهنا دي هنا الكل. إمكانية مشاركة الشاشة. إمكانية مشاركة الشاشة ممكن أختارها لنفسي بس أنا اللي أشارك الشاشة، أو أختارها لنفسي مع الطلبة، أو أختارها أهو إمكانية مشاركة الشاشة أو يا إما الحاضرين كلهم يا إما أنا بس. السماح بالفيديو يعني دخول الحصة بالفيديو. أنا هنا سامح للكل يدخلوا يعني يشغلوا الكاميرا ويدخلوا. لو أنا ضغطت عليها هلاقي المضيفون ولجنة الاجتماع
يعني المدرسين بس وناس اختارهم بعينهم وهم اللي يفتحوا الكاميرا والباقي لا. ولجنة الاجتماع دي انا بحددها بنفسي. تمام. الدردشة اثناء الاجتماع لا طبعا تشغيل. لو انا قلت تشغيل وبيها ملفات، ممكن الطالب بالمناسبة يتكلم معايا ويبعت لي ملفات، يبعت لي صورة، يبعت لي اي صحح له الواجب، يسألني سؤال. ومو هنا إيه؟ ممكن تشغيل بدون ملفات، يعني ما يقدرش يبعت حاجة، يبقى كتابة بس أو إيقاف، يبقى مفيش دردشة في الحصة. تمام. السماح للمشاركين بإرسال رسائل للمضيفين، يعني بيرسل رسالة للمدرس، دي جميلة. السماح للمشاركين بإرسال رسائل للمشاركين آخرين، الأفضل إن احنا نقفلها عشان مفيش طالب يبعت رسالة لزميله في الحصة. تمام. السماح للمشاركين باستخدام الدردشة العامة، لو دردش أو عمل احنا كلنا بنتكلم مع بعض، يبقى هنا في دردشه عامه. طيب كده بعد كده الامان مش محتاجها. متقدم برضو هنا مش محتاجها. التحديثات عشان لو في اصدار جديد بتاع ده ببدا اللي انا اثبته بدل الاصدار القديم. كده احنا خلصنا كل التفضيلات. هنا بقى لو انا العرض هنا ده هنا اسمه عرض الشبكه. عرض الشبكه هنا ان هو لو انا مثلا عندي 10 متصلين يحط لي الكاميرات بتاعتهم جنب بعض. ماشي. تمام. عرض المتحدث النشط اللي هنا اللي بيتكلم هو اللي يظهر لي الكاميرا بتاعته بس. تمام. انا هنا المتحدث النشط ولذلك هو عرضني، عرض الكاميرا بتاعتي. عرض مضغوط. تمام. زي ما انتم شايفين هنا عرض مضغوط ان هو خلى الشاشة تبقى صغيرة. عرض المعرض اهو اللي بيرجع زي ما كان. ولما قلنا لو في اكتر من واحد بيقسم عليهم الشاشة. واحنا كده عملنا العرض. تعطيل كل الفيديو ان هو يقفل لي كل الكاميرات بتاعت الطلبة كلهم. هنا دي بقى ردود الفعل. عايز ابعت لواحد اعجاب على سؤال عمله، عايز ابعت لواحد تشجيع، تسقيف، موافقة، انت كلامك صح، عدم اعجاب كلامك غلط، اعجاب كلامك صح، رفع اليد برفع. هنا دي بتبقى خاصة دايما بالطالب ان هو بيرفع ايده عشان يسألك سؤال. تمام. طب هنا بقى ايه اللي احنا قلنا؟ التسجيل. احنا هنسجل اهو، سجلنا. بعد كده هنا بقى ايه؟ هنخش بقى على الدردشة. تمام. الدردشة هنضغط عليها هنا الدردشة. طبعا لو انا عايز اتكلم للكل بكتب رسالة هنا للكل. لو عايز ببعت حاجة، ببعت ملف صوت، ببعت صورة، ببعت اي حاجة برضو للكل. طب لو عايزها لطالب معين ببعتها لطالب معين واكتب له اللي هو عايزه. دي النافذة بتاعت الدردشة. طيب نافذة الحضور. نافذة الحضور هنا ألاحظ إن هنا أنا طبعا المضيف المدرس معايا الطالب التاني. لو ضغطت عليا هنا كده ورحت جاي هنا عامل كده تبديل مقدم العرض، يعني بدل ما أنا قافل الشير هنا هيفتح لي الشير. يعني لو ضغطت عليها هتلاحظ إن هي ظهرت اللي هي مشاركة الشاشة. دي هنا الخاصة بمشاركة الشاشة، وقلنا إن أنا أقدر أوصل لها من خلال الزرار ده. طيب لو ضغطت تاني هلاقي هنا النقل إلى. النقل هنا بقى هنا لو انا عامل كذا غرف، لان هنا عندي انا عندي مثلا 20 طالب وعايز اقسم ال 20 طالب دول على 4 مجموعات، كل مجموعة فيها 5، فبعمل 4 غرف من هنا. تمام. ومن خلال ده بقى هنا بروح جاي بضيف الطالب للغرفة اللي انا عايزها. تمام. او انا لما ادخل كده مثلا عندي 4 غرف بروح بقى جاي انا عايز اشرح للغرفة الاولى اللي فيها 5 طلاب الاولانيين، بروح رايح للغرفة الاولى وهكذا. تمام. طيب ودي هنشوفها مع الاوبشن بتاع الغرف. نيجي هنا بقى على الطالب نفسه. تبديل مقدم العرض ده هنا لو انا عايز الطالب هو اللي يبقى المدرس. مثلا هخرج من الحصة
واخليه هو يشرح لهم شويه حاجات كده واقفه قدامهم، فانا بقول تبديل مقدم العرض، هو ساعتها يبقى المدرس. تغيير الدور نفس الكلام. هنا بقى المضيف المشترك، وهنا عضو لجنة الاجتماع. دول هنا انا يعني المضيف المشترك ده اللي هو مساعد المدرس، بديله هنا صلاحيات محدودة. تمام، يعتبروا الاثنين اختيار واحد او زي بعض. تمام، عندي 6 طلبة من بين مثلا 20 طالب، دول مديهم مهام معينة، فانا بديهم هنا بوزع عليهم المسؤوليات زي ما بيقولوا. طيب ايه تاني؟ هنا طلب التحكم دي، هنا لو ضغطت عليها هنا الطالب يقدر ان هو يستخدم الماوس بتاعي والكيبورد بتاعي. بس طبعا مش هتنفع الخاصية دي الا اذا كان الطالب داخل من خلال لابتوب، ما ينفعش يبقى داخل من خلال موبايل ويقدر يتحكم في الماوس والكيبورد عندي. هنا الانتظار، لو انا عايز الطالب ده ينتظر، تمام، يدخل اللوبي اللي هو بتاع الانتظار، اللي هي غرفة الانتظار، وما يدخلش الحصة، يعني أذنبه مثلا 5 دقايق 10 دقايق وأبدأ أدخله من جديد. تمام، هنا إزالة لو عايز ألغيه خالص وأشيله من الحصة، وهنا النقل لو أنا عايز أنقله لأوضة جديدة. تعالوا بقى نبص على موضوع الغرف الفرعية. طب أنت عايز تعمل كام غرفة؟ أنا عايز مثلا أعمل غرفة واحدة، غرفتين، 6 7 زي ما أنا عايز. تمام، هنشوف إن أنا أعمل غرفة واحدة. هل هنا هسمح لو انا مثلا عملت غرفتين مثلا 2، هل هسمح للحاضرين بتبديل الغرف؟ يعني الطالب ممكن يسيب الغرفة اللي فيها الاربع زمايله الموجودين ويروح اوضة تانية، ممكن هنا يروح براحته. لو قفلت دي لا، هو ما يروحش. ضبط هنا مؤقت للغرفة، يعني انا ممكن اعمل الغرفة دي لمدة مثلا ربع ساعة، الطلبة تحل الواجب، وبعد ما تحل الواجب يرجعوا تاني كلهم مع بعض، ممكن مثلا مدة 15 دقيقة وغيره. تعيين الحضور عشوائيا، يعني هو هيوزع لي الطلبة على الحجرات اللي أنا عاملها عشوائي بدون اختيار مني، لو قفلتها أختارهم أنا بنفسي زي ما وريتكم. تمام، بعد كده هنا فتح الغرف الفرعية، أضغط كده يبقى أنا كده بدأ هو هنا عمل لي غرفتين. أروح أنا بقى على أرجع تاني، أقفل هنا وأرجع تاني. تمام، واضغط على الطالب اللي انا عايز انقله، واقول هنا النقل الى، هتشوفوا هنا ظهر لي الغرفتين اللي انا عملته. دي هنا الغرف. تمام. طيب هنا اضافة غرف، اغلاق كل الغرف، لو انا عايز اقفل كل الغرف خلاص هيقفلها لي. ونخش على اللي بعده. هنا القفل، انا هنا لو عايز اقفل وحد خلاص اقفل الحصة ومحدش يدخل مكاني. هنا اللي بعدها تعليق الاجتماع، اللي انا مثلا داخل رايح مشوار وراجع تاني 10 دقايق، بدل ما يتكلموا بعض ولا حاجة، لا أنا أقفله شوية عقبال لما أرجع. إلغاء التعليق. تمام. طبعا أنا ممكن أقفل دي كده وأرجع تاني أهو. إيه، أضغط عليه كده ترجع، أضغط عليها تاني يبقى تتشال أهو. أرجع تاني. تمام، إحنا قلنا القفل والتعليق. هنا الفتح، لو ضغطت كده ألاقي هنا هيفتح لي الصوت. تمام، ده لفتح الصوت. هنا كتم جميع الأصوات، هكتم كل الأصوات اللي موجودة عندي للطلبة، يعني المايك هيقفل المايك بتاع الطلبة كلهم. هنا الطالب يقدر يشغل المايك تاني بنفسه مرة تانية لو حب. إنما لو اخترت وضع المحاضرة، يبقى هنا الطالب مش هيقدر يفتح الصوت بنفسه، يبقى هنا الصوت هيبقى مقفول. وهنا وضع المحاضرة هيبقى مفيد لي إن أنا مثلا بشرح حاجة ومش عايز حد يقاطعني، فهنا أختار وضع المحاضرة. تمام. طيب اللي اخر حاجه بقى هنا هي وضع الاسئله والاجوبه.
وضع الأسئلة والأجوبة أول ما بختارها بتظهر للطالب عنده أيقونة بحتة الأسئلة والأجوبة، إن هنا هو عايز يسألني. لو ضغط عليها الطالب عنده في الجهاز هيظهر لي هنا، ويبدأ اللي أنا أعمل معاه شات، وأبدأ اللي أنا بتاع ده أتكلم معاه. أنا مش شايف يعني إن هي بالذات أهمية قوي، لأن هنا الكلام ده موجود في الخاص. أقدر إن أنا أسأل أي حد من خلال الشات الخاص، مفيش مشاكل. تمام. أو هنا ممكن تبقى فايدتها إن أنا لما أعمل وضع الأسئلة يبقى هنا كله جاهز إن هو هيتسأل. الطلبة كلها تدخل واختار أنا بنفسي الشخص اللي أنا هسأله. شايفين الطالب هنا بدأ يشغل وضع الأسئلة، فأنا طبعا أقدر إن أنا أسمح له إن هو يتكلم إلغاء كتم الصوت. هنا أختار له السؤال وأبدأ أسأله له، وطبعا هيجاوب معايا. وطبعا هنا هتظهر لي كل اللي هي تغيير الدور، تبديل مقدم العرض، إن هو يبقى الحصة نفس الكلام، طلب التحكم، كل الكلام اللي إحنا شفناه قبل كده. يعني مش من وجهة نظري مش مفيدة أوي يعني. طب أنا كده خلصت، أضغط كده على الحضور وأبدأ أقفل أهو. كده أنا خلصت بتاعت وضع الأسئلة. لو جيت هنا عملت كليك يمين على الطالب، على الكاميرا بتاعت الطالب، في كل القايمة اللي موجودة من هنا، في كل القايمة اللي موجودة من هنا. طيب احنا كنا اتكلمنا على حتة السماح للحاضرين بالمشاركة، مشاركة الشاشة. لو ضغطت عليها اهو، هنا زي ما انتم شايفين بدأ الطالب تظهر الشاشة عنده. تمام. وفي نفس الوقت هنا صورة الفيديو اللي هو داخل بكاميرا، الفيديو صوته أو داخل بالفيديو هنا أهو لسه موجودة، ودي الشاشة بتاعته اللي هو شاركها معايا. تمام. هنا ممكن أكبرها، ماشي، 150%. ممكن أصغرها 50% زي ما أنا عايز. ممكن زوم تو فيت، لو ضغطتها يظبطها على الشاشة عندي. ببقى عايز اقفلها، بروح ضاغط على الزرار ده كده بالشكل ده، واقول هنا ايقاف مشاركة الشاشة عن بعد اهو، قفلها لي. طيب اخر حاجة هنا بقى ان انا اخرج من الحصة، واضغط على كلمة مغادرة. وهنا لو عايز اغادر الاجتماع بس الطلبة تفضل موجودة وتتكلم مع بعض، او انهاء الاجتماع للكل، هنا حرية شخصية ليا. تمام. انا طبعا سجلت الحصة، ده الرابط اللي انا هسجله، اللي انا سجلت عليه الحصة. هنا بيقول لي نسخ الى الحافظه، لو ضغطت على كلمه نسخ للحافظه هينسخ لي الرابط ده، ابدا ابعته للطلبه. بس هنا قبل ما ابعته للطلبه لازم هنا في ملحوظه مهمه. ايه هي هنا الملحوظه المهمه؟ انا لو بعت الرابط ده للطلبه، الطلبه هتقدر تتفرج على الفيديو، لكن مش هتقدر تعمل له داونلود. طب افرض انا عايز اعمل له داونلود، اعمل ايه؟ ادخل بتسجيل الحساب بتاعي، يعني ادخل على الحساب بتاعي اللي انا مسجل بيه اهو، اللي هو مستر ايهاب، واروح داخل هنا رايح على الهيستوري والريكوردينج. تمام. اخر حاجه اهي انا مسجلها اهي، اللي هي بالشكل ده. لا بالمناسبه ليه بدخل هنا كمان؟ لان احنا طبعا في التسجيل متاح ليا 1 جيجا، فطبعا انا اديت حصه 2 3 بدا ال1 جيجا يخلصوا، فلازم ادخل امسح التسجيلات اللي انا عاملها. تمام. طبعا هنا لو عايز اتفرج عليه، هنا الوصف بتاع الفيديو لو عايز اكتب الوصف. طيب هنا بقى لو دخلت هنا كده وضغطت على دي، هنا هيوريني الفيديو اللي انا عملته. تمام. اجي هنا اقول له هنا ايه، allow participants، اسمح للطلبة عندي ان هم يحملوا الفيديو على الكمبيوترات عندهم او الموبايلات بتاعتهم. طيب افرض انا مثلا عايزهم يبداوا يحملوا، طبعا مثلا قعدت اتكلم معاهم وبدا شرح الحصه بعد الحصه ب10 دقائق، او كنت براجع الواجب
معاهم، وبدأت شرح الحصة بعدها ب10 دقايق، فأقول له هنا ستارت آت، وأقول أحدد له، أقول له أكتب له هنا 10 دقايق، يعني ابدأ في الطالب يحمل الفيديو بعد ال10 دقايق. وهنا بعد ما أخلص الكلام ده تمام، أضغط هنا بقى على زرار الكوبي، وأبعت اللينك ده للطلبة عندي. كنترول في أهو، هيدخل على الفيديو، أو زي ما انتم شايفين هنا ظهرت كلمة داونلود. يقدر ساعتها بقى هنا الطالب يبدأ يقدر يحمل الفيديو زي ما هو عايز. وبكده أكون انتهيت من شرح البرنامج، وأتمنى أن أنا أكون أفدتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.